إن الله خبير بما تعملون أصحاب الجنة هم الفائزون. تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تسعد وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بتنظيم ليلة الاحتفال بليلة القدر ب27 من رمضان للعام الهجري 444 بعد الألف في جامع اسمه الجامع الكبير، جيلا عن جيل ورثت الجزائر من آبائها إلى أحفادها برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليهم للاحتفال بهذه الليلة المباركة الطيبة التي منحها الله عز وجل بهذا الفضل. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم أيد بالحق ولي أمرنا ووفقه لكل خير واهديه إلى كل بر واحفظه بحفظك حيثما حل وارتحل. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وتأتي ليلة القدر المباركة هذا العام وقد سبقتها بالأمس مناسبة جليلة هي يوم العلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وتحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، نظمت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي في فرعيها المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم والتجويد والتفسير، والفرع المخصص للمسابقة الوطنية التشجيعية لصغار الحفظة في طبعتها 19، أما الفرع الأول ففي طبعته 3. واختارت لجنة التحكيم من المتسابقين الفائزين الأول. باسم هذا الجمع المبارك الكريم وسادة المشاهدين، أدعو دولة السيد الوزير الأول ليساهم في تكريم الفائزين الأوائل أمين يخلف من ولاية لودية بشهادة من لدن السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. أدعو الفائزة الثالثة للمسابقة الوطنية التشجيعية لصغار الحفظة ملاك شتوم من ولاية عنبة بشهادة تكريمية من لدن السيد الرئيس. سمية أمير من ولاية البليدة لتتسلم تكريمها من السيد الوزير الأول بشهادة تكريمية مسداة من السيد الرئيس. وبإسلام شهادة من السيد رئيس الجمهورية. نشكر دولة السيد الوزير الأول لمساهمته في هذا التكريم حمزة بن جودي من ولاية مسيلة ليستلم تكريمه من السيد المستشار رئيس الجمهورية، وأيضا بإسناد شهادة من السيد الرئيس. يستلم تكريمه أيضا بشهادة المستند من السيد الرئيس. أدعو الدكتور عماد بن عامر عضو لجنة التحكيم وإمام هذا الجامع الكبير ليستلم تكريمه أيضا من السيد المستشار كونه عضو في هذه اللجنة، وتكريمه من السيد المستشار بشهادة مسداة من السيد الرئيس. أشكر الفاضل المستشار
السيد رئيس الجمهورية لمشاركته في إسداء هذه التكريمات. تكريمه من السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، طبعا بشهادة المسداة دائما من السيد الرئيس. أدعو الأستاذ مشيبة بخدة عضو لجنة التحكيم ليستلم أيضا تكريمه. مسك الختام في هذه الليلة تكريم من السيد الوزير. بشهادة دائما مسداة من لدن رئيس الجمهورية. نشكر السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف على مساهمته في هذا الحفل. أأمل أن نلقاكم العام القادم في ليلة احتفالية أخرى، هي من ليالي الله في شهر رمضان المبارك في بلدنا الطيب. حفظ الله الجزائر وأهلها